ما تفكرش في التمويل العقاري لو انت عايز تشتري شقة لغرض تاني غير السكن، او لو الشقة مش متشطبة او مش داخل لها كل المرافق من كهرباء ومية، او لو الوحدة اللي عايز تشتريها لسه مش موجودة او عليها مخالفات، لان كل ده عكس شروط التمويل العقاري اللي مش بتقتصر بس على مواصفات الشقة. طيب لو شقتك مطابقة للمواصفات وبتفكر، في اوراق مطلوبة لازم تحضرها قبل اي خطوة. لو انت متجوز يبقى صورة بطاقة الرقم القومي ليك ولزوجتك، ولو انت اعزب يبقى كفاية صورة بطاقتك، ومع صور البطاقة لازم يبقى فيه وصل مرافق حديث واثبات دخل ليك من جهة العمل مع كشف حساب بنكي مختوم لاخر 6 شهور. ولو بتشتغل حر يبقى البطاقة الضريبية والسجل التجاري مع كشف الحساب البنكي. وحتى اللي على المعاش يقدر يقدم برضه، بس هيزود بيان معاش من التأمينات وبرضه كشف حساب بنكي. من الاخر اهم شرط ان يكون فيه دخل ثابت ومرتب بيدخل كل اول شهر. انت طبعا شفت مواصفات الشقة في اول الفيديو، ما تنساش بقى مستنداتها اللي لازم تتقدم للجهة الممولة قبل اي موافقة. ايه هي؟ 1 العقد ويكون موثق في الشهر العقاري. 2 شهادة بعدم وجود مخالفات. 3 صورة طبق الأصل من رخصة البناء. 4 ما يفيد بسداد ضريبة التصرفات العقارية لو الشقة تم التعامل عليها قبل كده. لو الشروط كلها تمام معاك تقدر تستفيد من التمويل العقاري. في بنوك كتير في مصر بتدفع 15 أو 20% وتقسط الباقي على حسب ما تحب، ممكن توصل ل 30 سنة. لو استفدت من التمويل العقاري قبل كده عرفني في الكومنتس.